بعد ثورة عرفت بدور الفيسبوك الكبير قوي فيها، يعني كان هو من أحد أبطال هذه الثورة. أطاحت بنظام أصبح حامل لقب نظام أسبق. بيعود الشباب ليشعلوا ثورة جديدة تعرف بثورة الإنترنت، لكن هي ثورة بشكل مختلف وأهدافها مختلفة. الثورة هذه المرة على شركات الإنترنت نفسها اللي بتقدم خدمة توصف بأنها غير جيدة أو أصبحت غير جيدة أو في انحدار مستمر، وفي الوقت نفسه هي خدمة بتعتبر أغلى من نظيرتها المقدمة حتى في دول عربية شقيقة. مش هطول الكلام في الموضوع، خلوني أسمع تفاصيل أكتر، والأهم من إن احنا نسمع المشكلة بنحاول نوجد ليها حلول. اسمحوا لي أرحب بضيفي المهندس رامي إسحاق، ممثل الشباب في لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أهلا بيك باشمهندس. أهلا بحضرتك. إيه بقى موضوع قررتوا تعملوا ثورة؟ ها؟ عملنا عامل مشاكل النهارده. وانا في المشاكس دايما. بس هو انت معروف عنك كده ان انت مشاكس. هو انا معروف عني في القنوات التلفزيونيه دي في المشاكس. بس المشاكس يعني الهادي، يعني مش المشاكس الصعبه. مفيش مشاكس هادي. انت بتعمل دعايه كويسه لنفسك بس. لا بنستغل القناه بقى بالمره. هو بمناسبه حضرتك اللجنه هي اللجنه غير مفعله اصلا، يعني هو ده كان اللجنه اللي حضرتك موجود فيها. اللجنه دي اصلا غير مفعله، ده كان طلب من السيد حضرتك ممثل الشباب في لجنه حمايه حقوق المستخدمين التابعه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. عنوان كبير قوي تمام، ولكن فارغ من محتوياته. بلونا يعني. ده اللي طلبه السيد المحترم المهندس شامل العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اول اجتماعات لينا. طلب لجنه بالشكل ده. لكن هي غير مفعله يعني هي علبه فاضيه. يعني حضرتك حطيها في اي وصف توصيف، يعني غير مفعله، يعني حتى ما كانش في تواصل او مش في اي حاجه. انه انت غير راضي عنده. هو طبعا يعني هو بغض النظر هو انا او اي حد، هو كان مجموعه من الشباب كانوا متواجدين وهم قالوا اختاروا اي حد، فالشباب اختارتني عامه او هي اختارت اي حد يمثلها. مش هتفرق اي حد من الشباب عندنا، هو بيمثلنا كلنا جميعا. اي حد متحدث عن ثوره الانترنت فهو بيتحدث عن مشكلتنا جميعا. اي حد بيتحدث عن الثوره وعن حقوق الثوره 25 يناير او 30 يونيو فهو بيتحدث برضه بيعبر عن راينا جميعا. القصه مش مين الشخص، القصه ان يعني ندي الشخص فرصه او ندي الشباب فرصه ان هم يبتدوا يعبروا عن نفسهم بشكل افضل، عشان ما يحصلش دايما في فجوه ما بيننا وبين اي حد. المشكله بدات عندكم من او عندنا احنا كمصريين، اكيد كلنا ملاحظين خدمه سيئه جدا بقى لها فتره. يعني انا ما اجي اتابع خبر مش عارفه، يعني الخدمه اصبحت رديئه والاسعار غاليه جدا، وبعدين يبتدي تدخل بقى تحت مسميات كتيره، فتبتدي ان هي تستنزف فلوس كتير جدا، فتلاقي انه ده اصبح ليه ميزانيه خاصه. حقيقي. في دول العالم كله ما فيش الكلام ده دلوقتي. المساله دي اصبحت يعني من متطلبات الحياه الاساسيه، يعني ما هوش لسه اختراع. هو الانترنت يا فندم حق من حقوق المواطنين. فانتوا مشكلتكم في الخدمه المترديه ولا في الاسعار الغاليه ولا في الاثنين ولا في مشاكل ثانيه؟ انا اقول لحضرتك يعني ايه الموضوع، عشان يعني هي مشكله متعلقه بحاجات كتيره جدا وحاجات تقنيه، بس نحاول نختصر المشاهد البسيط بتاعنا. يا ريت. ايه هي المشكله بتاعتنا؟ في بدايه الامر مصر ليها موقع لوجيستيك للتجاره العالمي، وليها موقع عالمي جدا 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 في الكابلات البحريه اللي هي بتصل شرق اسيا باوروبا كلها. يعني من الاخر مصر كابلات بتجمع في مصر ان هي بيسموها زي هب. ده في مدار 166 كيلو، يعني مش في مدار حته صغيره او عرض قناه السويس مثلا زي ما بعض الاشخاص يقولوا، ومش كابل واثنين، هم حوالي 18 كابل. تمام. ممكن يبقى في ازدياد في الفترات يعني القادمه، لان طبعا الدول بتحتاج ترافيك عالي وحجم الداتا انت عارفه حضرتك ده نظرا لموقع مصر اللوجستي بالنسبه لباقي الدول اللي حوالي. دي حاجه ملناش يد فيها. تمام. غير كده بقى ان في دول كتيره بتستفيد من الكابلات اللي بتمر على مصر. تمام. فتخيلي حضرتك ان انت مثلا لو انت عندك طريق، انت صاحبه الطريق دوت، الدول اللي بعدك بتستفيد من الطريق ده اكتر من استفادتك انت نفسك بيه وانت صاحبه اللوكيشن ده. تمام. فانت تخيلي حضرتك ان الوطن العربي او يعني دول اخرى، بلاش نقول الوطن العربي كله جميعا، لان فعلا مش الوطن العربي كله جميعا بيستفيد من مواقع الكابلات المصريه اللي بتمر مننا لغايه عندهم انترنت اقل بكتير 12 او 14 ضعف من التكلفه اللي احنا بندفعها، واعلى. كم ضعف يا فندم؟ لا ده على حسب دول كتيره يعني، بس حضرتك خلينا نحط متوسط. المينيمم 10 اضعاف. يعني 10 انا أضعاف. بدفع فلوس 10 اضعاف مقابل قيمه الانترنت او خدمه الانترنت اكتر من الدول اللي بعدي. انا مش عايز اقول لحضرتك الدول الاوروبيه، لان في يعني لو قلت لحضرتك الاسعار هتصدمي يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال متوسط سعر الانترنت او سعر ال1 ميجا في دول العالم تتراوح ما بين نص دولار ل3/4 دولار الى دولار. فانت تحسبيها بالمصري هتلاقي الرقم يخضك. فطبعا يعني
من المواقف الطريفه يعني في الموضوع دوت، كنت دايما احنا بنحاول ندعو المستثمرين الاجانب والاوروبيين والاسيويين اللي هم استثمروا عندنا في مصر في مجال التكنولوجيا او في مجال الاقتصاد او في اي مجالات تانية. فكنت بتكلم مع حد من المسؤولين فبيقول لي استثمر عندكم ليه؟ عشان ادفع ارباحي كلها. لا لا إيه؟ لا، هي مش، ما هو مشكلته هو بيشتغل في التكنولوجيا. عشان ادفع ارباحي كلها، الرد بتاعه عشان ادفع ارباحي كلها قيمه لشركات الانترنت اللي هو عندي في بلدي، اقل طفل عندي اعلى من سرعه اي شركه عندكم. هو اي طفل عنده حضرتك بياخد 250 ميجا فيما يقارن بالمصري اقل من 200 جنيه مصري. يعني مثلا دوله مثلا ناميه مش دوله قويه زي بلغاريا، دوله عاديه جدا مش دوله قويه جدا، يعني متوسطين استخدام الانترنت عندهم في البيت او على الفور جي بتاعهم، لان هم ما عندهمش حاجه اسمها 3 جي اصلا من زمان. احنا اصلا عندنا 3 جي، احنا وكام دوله ثانيه حاجات زي كده زي باكستان كده اهوت ودول ناميه خالص. تمام. 250 ميجا اقل من 200 جنيه مصري او فيما يقرب من 200 جنيه مصري. 250 ميجا ده يعني ده حيز الاستخدام unlimited مش limited، عشان يعني دي مشكله كبيره قوي في مصر موضوع الانليميتد والليميتد. هو باي ذا واي يعني هو ما جاش في مصر حاجه اسمها unlimited. هو عندنا الشركات ان هو في مصر بتستخدم حاجه اسمها كوتا، بتدي له تعريف اسف الاب يوزر اللي هو المستخدم السيء. حضرتك لو انت بتعملي داونلود كتير جدا بالنسبه للاشتراك مثلا اي دي اس ال او اي حاجه، الاستخدام الغير عادل. بالظبط كده. تمام. بس هو الانليميتد نفسه هو المفروض ان هو الباكتس مفتوحه، يعني تستخدمي براحتك، ده المسمى بالنسبه له انليميتد علامه فاي. تمام. هو الكلام ده مش عندنا. لو انت حضرتك بتستخدمي ترافيك عالي جدا وبتعملي داونلود بتحتاجي لشغلك يعني طبعا عشان خاطر يعني السرعه عندك مش عاليه جدا، فانت ما بتلحقيش تعملي الشغل بتاعك اللي هو حجمه كبير جدا في وقت قياسي، فبياخد منك وقت كبير، فانت بتعملي حضرتك يعني ساعه داونلود كبيره. لما بتزيدي عن الموضوع عن الكميه اللي هم بيحددوها ومش بيعلنوها يعني للمواطن او للمشترك العميل، تمام، بيدوكي حاجه اسمها ابي يوزر، بتطلع كيك اوت، تطلع بره السنترال تروحي تشوفي شركه ثانيه. انت بتعملي ترافيك عندهم عالي. فهي بدايه القصه يا فندم. احنا كده ايه يعني وصفنا كده للساده المشاهدين مصر ليه تستحق تكون من ضمن اول 10 دول في العالم في حريه تبادل المعلومات وسرعه الانترنت، لكن ده مش متحقق. لا يعني احنا يعني ايه كده احنا اثبتنا النقطه اللي هو احنا ليه المفروض يبقى كده. اللي بيبقى عندنا بقى اللي اكتشفناه في الفترات الاخيره، بدايه الامر انت عندك من اول ثوره 25 يناير لحد وقتنا هذا يعتبر كل الوزارات، كل المؤسسات، كل الشباب اللي بيشتغلوا في المجال التجاري، كل الاشخاص خسرت مبالغ رهيبه جدا بفعل الاحداث اللي بتحصل في مصر، الا مؤسسه واحده دي اللي ارباحها تضاعفت التريبل. ده عمل شغل جامد. مؤسسه الاتصالات. طبعا طبعا. لو انت حضرتك عايزه اي مقارنه تثبت لك هذا الامر، يعني انت لا مساله واضحه مش محتاجه اثباتات. تمام. اتفقنا على هذا المبدا. تمام. عشان بس الساده المشاهدين يبقوا معانا. لا متفقه. لما احنا بنزداد في ارباح زي القناه التلفزيونيه عندنا، لما احنا يزداد البرامج بيزداد عدد من المذيعين المحترمين زي حضرتك والمخرجين والاعداد وبيزيد الاعلانات كله وبيزداد الانكومينج وبيزداد الكرو بتاعنا الجميل، بيبقى عدده كبير. صح كده؟ صح. لكن لو انا ابقيت على نفس العدد والكوتا اللي معايا وزودت عليهم برامج، وقعدت ازود برامج شغلت القناه 24 ساعه، مش منطقي. بيبتدي بقى يحصل بقى هيدك للناس، ويبتدي بقى يتعبوا جسديا ويبتدوا يتعبوا ماديا، وبيحصل حاجات كتيره جدا. صحيح. ده بالظبط اللي حصل عندنا. نفس الاجهزه، نفس المعدات، نفس الانفراستراكشر، نفس الشركات. تمام. وهنتكلم يعني على فصيله عن الشركات دي، يعني الشركات الاحتكار المبالغ فيها زياده عن اللزوم في الاسواق المصريه، والضغط بيزداد على السنترالات. المفروض اللاين يعني انت بتاخدي حضرتك فرع من الكابلات البحريه بتوصليه للسنترال، وكده بتبتدي تقسميه، بيبقى ليه حسبه 1/8 بتبتدي تقسميه للمشتركين، وده ليه عدد معين. لما بيجي عميل زياده او عدد عملاء بسيطه زياده بتجيبي لهم لاين تاني وتبتدي تعملي لهم يعني كوتا خاصه بيهم، ديسلام خاص بيهم تاني، باجهزه تانيه جديده، بماشينز تانيه. اللي بيحصل عكس كده بقى، ده اللي احنا اكتشفناه بقى. اللي بيحصل ان هو نفس الكوتا، نفس المصاريف، نفس التكاليف، نفس الاجهزه. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل تضخم، وهي عشان شيرنج يا فندم. فالباكتس اللي حضرتك بتستخدميها يعني سرعه الانترنت اللي حضرتك بتستخدميها، مثلا لو احنا من نفس السنترال من نفس اللي انا بستخدمها، فاحنا بنستخدمها في وقت الذروه اللي هو وقت الترافيك، فكلنا بنأثر على بعض، فانت ما وصلكيش نص السرعه حتى اللي انت بتوصلي. طيب هو هنا هم ليه مش عايزين مع انهم بيكسبوا كويس قوي وبيعذبونا ليه؟ سياسه الشركات يا فندم. لا ما هو هنا بقى احنا بنتكلم انت في دوله. لا يا فندم، ما هو هي يعني سياسه احتكاريه طبعا بالمقام الاول. احنا عشان نقول ان احنا دوله في تبادل المعلومات، يبقى احنا نرجع للاساس اصلا ونقول اين موقعنا على الاقل في اول 50 دوله في العالم في حق تبادل المعلومات والانترنت. انت حضرتك بتتكلمي دلوقتي مثلا على سرعه، انت هنا تنازلت عن مكانك من ضمن اول 10. ده انا بتتكلم على اسوأ الفروض من ضمن اول 50 يا فندم، اول 100 حتى. يا سلام.
ممكن اعرف العطل فين؟ بعيدا عن موضوع انقطاع الكابلات اللي في البحر المتوسط. لا لا يا فندم، ده ملوش علاقه خالص، ده حضرتك يعني زي اكن هو كان ايه حكايه انقطاع الكابلات صحيح؟ ما دي يا فندم يعني دي حاجات بتحصل كده، يعني زي حضرتك فترات الصيانه، يعني حضرتك لو انت بتشتري مثلا جهاز كمبيوتر، الشركه ما بتضمنكيش مدى الحياه ان الجهاز دوت مش هيعطل ابدا خالص. فلو عطل في فتره معينه، في طبعا شركات عندنا في النقل البحري لصيانه الكابلات، والمفروض ان في عقود اصلا لصيانه الكابلات، والمفروض ان كل متر بيمر عندنا بناخد عليه قيمه عاليه، وحجم الداتا اللي بتمر في المتر او في الكيلو، يعني كيلومتر البحري ده دوت المفروض، لكن بناخد الواقع قيمه ايه؟ اعلى. والكابلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي المفروض ان الانكومنج بتاعها في مدار ال 166 كيلو يعني يوازي قد الانكومنج بتاع قناه السويس. يا سلام. طيب ده المفروض، الواقع ايه؟ غير كده. ليه؟ او ده بيحصل واحنا ما نعرفوش. دي سر؟ حضرتك كانت تسالي مؤسسات الدوله فيها، يعني اسالي اي مسؤول في وزارة الدوله الاتصالات اين ايه هو الدخل موقعها من الخاص؟ الاعراب؟ باص يعني مش فاعل؟ خالص، ولا بيردوا على مثل هذه الاسئله. وطبعا يعني في بدايه الامر تم التوجه لينا من السيد المحترم هشام العلايلي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعوه، وقعدنا فيها واتكلمنا، وكان كل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان موجود، وعرضنا المشكله بتاعتنا بشكل كبير جدا، وتحدثت نيابه عن كل الافراد اللي كانوا يعني موصيني وبعتين معايا رساله للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشكاوي بتاعتهم مجمعه في كل الشركات وكل المؤسسات اللي في مصر تعمل في الانترنت وفي مجال الاتصالات. والراجل بصراحه يعني ابدى ان هو يعني عايز ان هو يساعدنا، بس الشركات مش موجوده، فاضطرينا نعقد اجتماع تاني. طبعا الاجتماع التاني ده تم التجنب فيه الاعلام خالص بقى، اتمنع الاعلام خالص ان هو يبقى موجود، لان الاجتماع ما ده انا لما حضرتك اكون كان بتكلم في كلام مش عايزه حد يسمعه، بالظبط اكيد انا كده. عندي مشكله. الاجتماع ده كان برضو كان صعب يعني، بس احنا يعني كان اجتماع سري؟ مش كان سري ولا كان حاجه، احنا اعلنا عن النقط بتاعته بس هم ما اعلنوش يعني. ليه؟ هم بعد كده قالوا للشركات بتاعتهم المؤسسات حاجات حصلتش غير في الاجتماع، تمام. احنا اعلنا وقلنا عن النقط. ايه اللي هم خايفين من اعلانه؟ احنا فعلنا بعض المطالب البسيطه المؤقته، لان المسؤولين كانوا بيوعدونا ان بعد شهرين ثلاثه هيبتدي في توصيل خدمات الفايبر. عارفه حضرتك الكابلات الفايبر غير الكابلات النحاسيه، بيبقى ليها سرعات اعلى، ليها طاقه اعلى، وباند وسبروت باند. يعني دي زي الكابلات اللي هي بيستخدموها في الدول الاوروبيه، او الدول اللي هي اللي اسمها دول اصلا، تمام، هي اللي بتستخدم الكابلات الفايبر. الدول اللي بتستخدم كابلات نحاسيه دي ماتت خلاص من زمان، تمام، دي مش موجوده اصلا على الخريطه. لو دولتك بتستخدم كابله نحاسيه انت اصلا مش موجود اصلا في مجال تبادل المعلومات ولا الانترنت ولا الكلام ده خالص، تمام. مش هتعرف يعني ايه اصلا 100 ميجا ولا 200 ميجا ولا جيجا، يعني ايه انترنت، تمام. فابتدوا ان هم يوعدونا ان هم هيوصلوا الكابلات، ان البنيه التحتيه عندنا مهشمه، وان بعض الاشخاص بيستخدموا الوصلات الغير شرعيه طبعا من غلو السعر. طبعا انت عارفه حضرتك المواطن المصري ما يقدرش يدفع حوالي 400 جنيه عشان ياخد فعل انترنت طبيعي، كويس. انا مش ببرر لهم شيء، بس انا لما اجي اضغط في مكان شيء طبيعي يحصل انفجار في مكان تاني، ما ده شيء. فانا اخليت بالتوازن الطبيعي. انا لما اكون بقدم خدمه كويسه الحد الادنى يعني من الكفاءه، وبقدم مبلغ او سعر مناسب للجميع او في متناول الجميع، متناول متوسط دخل الفرد المصري. احنا هنا بنشتغل بالظبط على متوسطات مصريه، لانه احنا لسه كنت بقول انه الواقع المصري مختلف عن اي دوله، فلما نيجي نتكلم عن مصر احنا لينا معطيات خاصه بينا احنا. فهنا ده ما حصلش، وبالتالي شيء طبيعي انه يحصل تشوه في المنظومه كلها. طبعا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك انا على عايز حاجه. اسالك بس سؤال قبل ما بدون قطع كلامك، قبل ما نكمل كلام حضرتك، عندك حل للاشكاليه دي؟ احنا عرضنا حلول. طب ثانيه واحده، شباب بعد اذنكم شوفوا لنا حد من وزاره الاتصالات نحاول ان احنا نلنك الموضوع، لانه مهم ان احنا نوصل لحل. على ما اخلص كلامي مع الباشمهندس رامي. المشكله بقى يا فندم ان احنا عندنا العملاء اللي هو العملاء الخاصين بشركات الانترنت. طبعا شركات الانترنت يعني ايه متجاوبه مع الوزاره، هم كلهم مؤسسه واحده، يعني زي ما تقولي عائله واحده، شبكه واحده، يعتبر كلامهم واحد، يعتبر اسره واحده، اسره يعني. واحده، بالظبط كده يا فندم، تمام. العميل المصري هو المظلوم بقى في الموضوع دوت، لان احنا كل ما بنقعد اكتر كل ما المشاكل بتزيد اكتر، وطبعا ما بيحلوش حاجه، بغض النظر طبعا ان في شركات اصلا اوريدي عامله احتكار على الانترنت، فبيعاملوا العميل يعني حتى في خدمه العملاء ما فيش تعويض، بيعاملوا العميل معامله سيئه جدا 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 للغايه، يعني ما يتعاملوش حد شغال عند، يعني لو انا شغال عندهم مش هتعامل المعامله ديت. انت عندك رد معلب ده وجاهز. مش انا يا فندم. اقفل الراوتر وافتحه. لا يا فندم، ده ما عندوش كلام تاني يقوله لك. ده يا فندم تقريبا اللي بيتكلم حضرتك ما عندوش شاشه، تمام، وحافظ الكلام دوت وهو مغمض بيقول لحضرتك اقفل الراوتر وافتحه، يعني ده كلام محفوظ اصلا. والله الولاد دول بيصعبوا عليا، لان هم كم المكالمات اللي بيتلقوها كل يوم، يعني انا الحقيقه يعني بحترمهم جدا وبقدرهم جدا. الولاد بيردوا حقيقي بمنتهى الادب، وفي منهم اللي بيردوا بقله الادب. في والشركه ما بتاخدش اي اكشن قدامهم، عشان كده انا بقول لحضرتك في تمام. لا بس هو المتعارف ان هو حضرتك انا عميل في الشركه ما ينفعش يترد عليا باسلوب حتى مش لطيف، يعني مش بالكلام حتى مش جيد، تمام.
وبغض النظر عن الشكاوي اللي بنعملها في الشركه، وبغض النظر عن الشكاوي اللي ما بيتمش حلها في الجهاز القومي لتنظيم مش مهندس، الاتصالات. هي شركه واحده عامله قلق وتوتر. لا يا فندم، بصي احنا مش هنقفل الشركات كلها. لا مش هنقفل، ما فيش حد ما عندوش بس احنا هل في شكل من اشكال بروتوكول التعاون الضمني حتى، او اتفاق جنتلمان زي ما بنقول بين الشركات وبعضها، وفي الاخر الخسران هو المستهلك؟ ما فيش يا فندم اتفاق بين لانه المنافسين. احنا نعرف دايما انه التنافس ما بين الشركات دايما بيكون لصالح المستهلك. ده المفروض، ده المفروض، ده القاعده اللي احنا هنا عارفينها. التنافس لصالح المحتكر. ايوه بالظبط. فهل في الشركه المحتكره الوحيده في مصر، هل في التنافس تنسيق فيها صالحها. ضمني او في عرف كده بينهم بحيث ان هم بيبتدوا ان هم يحافظوا على الاسعار او على شكل الخدمه؟ لا يا فندم، اللي بيحدد الاسعار او اللي بيوافق على الاسعار هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. من فتره قريبه كان في شركه من الشركات اللي هي الشركه المحتكره الكبيره اللي انا بتكلم عليها غيرت صيغه العروض الانترنت بشكل عام المتعارف عليها في كل الشركات. يعني حتى شقلبت التسميه الدنيا، ما كانتش موفقه او بالظبط. عنيفه او التسميه يعني مش فاهمة شقلبت ليه. الدنيا كلها واجبرت المستخدمين اللي عايزين بعد كده يشتركوا واللي ما عندهمش خيار غير الشركه دي ان هم يتعاملوا على هذه التعريفه. فطبعا القرار اللي هم عملوه ده عملوه من غير موافقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فده اختراق للقانون ومفروض يطبق عليهم عقوبات، ما حصلش. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انظر لهم بيان واصدر لهم امر بان هم يلغوا العرض ويرجعوا للسيستم القديم اللي هم كان فيه، ولكن هم استمروا. النهارده ابتدت الاعلانات تنزل بتاعتهم، ده بعد ضغط كتير طبعا، وبعد ضغط ثوره الانترنت، وبعد ضغط شباب ثوره الانترنت. وازاي شركه زي دي محتكره كبيره ان هي تكسر القانون وتاخد تنفيذ لعروض مش موافقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودي اصلا مهزله. ده معناه كده ان هو عندهم استهتار باجهزه الدوله، يعني المؤسسه دي عندها استهتار باجهزه الدوله ان هي تعمل عروض من غير موافقه الدوله، وكمان لما الدوله توجه لها الاوامر ان هي الامر ده غير موافقتها او الكلام ده كله تبتدي بقى تحط حجج وتقول لا احنا عايزين نعمله عرض لفتره مؤقته وما يلغوش العرض في ساعتها. ما هو الشكل ده من اشكال اني انا مش شايفه الدوله، وان انا بتعامل انا على كيفي، وانه ما القانون مش هيمشي عليا. ده بالنسبه لي انا يديني انطباع سيء. ما هو يا فندم انا ما بالي حضرتك، انا عميل في وسط بقى الدايره دي كلها، انا بدفع اجباريا مقدما القيمه العاليه جدا ثمن الانترنت، ولا بحصل على تعويض، ولا بحصل على خدمه، ولا بحصل على باندويتس، ولا بحصل على دعم فني، ولا بحصل على خدمه عملاء، ولا بحصل على اداره شكاوي، ولا عندي جهه اشتكي فيها، ولا بحصل على قضاء، ولا بحصل على كلام جيد ولا وعود جيده من الوزاره. ومن 2009 هذا هو ما يتم حتى الان، واللي هيتم حتى ممكن يمكن السنه الجايه كمان، او الله اعلم لغايه امتى. وعشان كده حتى ابتدينا ان احنا يعني ناخد اكشن في طرق متغيره جدا. يعني حتى احنا منتظرين مثلا مجلس الشعب، ان هيبقى في شباب اكيد كده هيمثلوا هيمثلوا قضيتنا في مجلس الشعب. متفائل بمجلس الشعب اللي جاي؟ والله يا فندم بصي، انا كنت حضرتك بالامس كنت مع السيد المحترم المستشار الرئاسي احمد جمال الدين، انا وبعض من الشباب هايل في القصر الجمهوري، وكنا بنتناقش يعني على حده كل واحد في مشاكل كتيره جدا في قصر الاتحاديه. يعني مش عايز اذكر مش مهم المكان فين، نفسه. المهم ان كان في اجتماع. المهم كان في اجتماع مع الشخص ده، والشخص كان محترم جدا اللي هو وكان أحمد جمال متواضع الدين. جدا. مع اللي هو احمد جمال الدين بالظبط يا فندم. تمام مستشار الرئيس للامن القومي. واستقبلنا في مكتبه، مش في غرفه يعني اجتماعات او الكلام ده، هو كان بيتعامل معانا بشكل ودي جدا، بشكل اخ كبير، وكان بيستمع للجميع جدا حتى لو قطعوا في الكلام. عدد الحضور كان قد ايه تقريبا يا باشمهندس؟ حوالي كان 8 بيمثلوا ثوره الانترنت؟ لا ولا انا بس كنت بمثل ثوره الانترنت. والباقي بقى يعني كان مثلا من ضمنهم مثلا دكتور شفيق تكتل الكره الثوريه، وكان بيتكلم عن تمكين الشباب. يعني كلها كانت افكار قويه جدا. كان في برضك مستشاره يعني كل واحد جاي بفكره مختلفه. بالظبط. استاذ احمد المهدي مثلا كان بيمثل المحليات، واعجب قوي على فكره اللي هو احمد موضوع المحليات تمكين الشباب في الموضوع دوت، وحبوا يعني حب الافكار بتاعته كويس جدا. كابتن حتى سمير الخضري بيتكلم عن الرياضه للجميع والكونفدراليه والكيك بوكسنج والبطولات والتمثيل مصر في البطولات في الدول على فكره لطيف قوي ان كلكم قعدتوا مع بعض جدا. انا استفدت عامه، بنفكر كلنا بصوت عالي. بس كانت في نقطه مهمه قوي في الاجتماع دوت من احد الاشخاص، يعني فتح بعض دوائر الفساد في احد الوزارات. طبعا يعني مش عايز اخوض في يعني بالنيابه عنه في الموضوع دوت، بس كان الموضوع كان حلو ان كان في السلبيات الموجوده في المجتمع، الناس وطنيه بتقدمها بشكل كويس جدا بالدلائل والادله، وكان في الايجابيات اللي بيقدموها في المجتمع، وكان في الشباب بتقدم برضه الطلبات بتاعتهم. طب استنى بقى، ما تقولش هو مين، هتقولي بعد الفاصل عشان احنا ده موضوع مهم. الحقيقه اللواء احمد جمال الدين استمع ليكم او ليك انت باعتبارك بتمثل ثوره الانترنت. فعلا. هنا نقدر اربط بين ثوره الانترنت والنظر ليها على انها لها بعد امن قومي. بالظبط يا فندم. فده مهم قوي ان احنا واصلين للنتيجه دي. هو مش ثوره، هو الانترنت بمعنى اصح. يعني هو الموضوع ده محتاج يعني حلقات لوحدها. ان موضوع الانترنت لوحده امن قومي.
يعني ده ساعد ناس كتيره جدا جدا جدا. يمكن حضرتك ممكن تعرفي في مجال المخابرات او في المجال الامني، لو حضرتك تقابلتي مع احد الاشخاص هيقول لك الانترنت بيسهل الناس كتيره جدا في موضوع الجاسوسيه، تامين الشبكات، الحمايات، حمايه المنظمات، حتى القنوات التلفزيونيه ممكن تخترق، ممكن تامن من خلال الانترنت. يعني في الهجوم وفي الصد للهجوم من كل طب ايه الحل اللي انت طرحته؟ لا هو انا مش بطرح يعني سياده اللواء الحل نفسه، ما كنتش بقول له الحل نفسه، كنت بعرض عليه المشكله ان انا بقدم له الحل بعد كده مكتوب بطريقه منظمه، لان احنا برضو قاعدين في اجتماع برضو فاهماني، فيعني مش هياخد مني مثلا 5 6 ساعات وهيتجنب بقيه الزملاء. كنت بعرض عليه المشكله نفسها، وهو طلب مني، يعني هو نفسه تكرما طلب مني ان انا ارسل له بعض الاوراق وبعض الحاجات وبعض الحلول جميل. عشان يعرضها على سياده الرئيس نفسه. تمام، وتبقى في مقابله مع السيد رئيس الجمهوريه مع مجموعه من الشباب برضو، المبادرات الشبابيه اللي السيد الرئيس بيعملها الفتره الحاليه ديت، عشان نبتدي نشوف حل المشاكل كلها جميعا في وقت واحد. وهو كمان اشار ان دور الشباب لازم يبقى كويس الفتره الجايه، وان لازم يبقى عندهم امل، لان احنا تقريبا يعني في قرب عصر محمد علي، يعني احنا في تقريبا في نفس الحقبه دي، في يعني فتره نقاهه في بتحصل الفترة دي. حراك ثقافي وحراك فكري بالظبط على كل المستويات، شيء طبيعي ان كله بيسمع. لكن في حلول بقى عرضناها طبعا على المختصين بهذا الامر، ان انا طبعا مش هجبر سياده اللواء ان هو يبقى مختص بكل التخصصات، الاشياء الاشخاص اللي هيبقوا موجودين. وكان من ضمنهم على فكره يعني مشكله البنيه التحتيه كانت حلها ان يبقى في حاجه زي البنيه التحتيه بس جويه بتعمل بزي انظمه 3 جي، يعني الانترنت الموبايل. يعني الحل انت قدمته مكتوب ودقيق وقابل جدا للتنفيذ وما فيهوش اي مشكلات او اي اعطال. قبل ما اقدم الحل، هي المؤسسات الدوله عندها خلفيه عن الحل، ودول العالم والله بص يا باشمهندس، لا نخفي كثيرا، احنا حاولنا نتصل بوزاره الاتصالات بس الاتصال بالاتصالات صعب. لا هو فانا هنحاول ممكن يرفضوا يتداخلوا معايا. هنحاول ان احنا نتواصل معاهم، واحنا برضو بنتابع مشوارك. انت خطيت خطوه حلوه قوي في الموضوع ده، واتمنى انه تكمل المشوار للاخر، لان لازم ان احنا نوجد حلول، لانه في دوله والجميع تحت مظله الدوله، محدش يفتكر نفسه اكبر منها، لان ده مش حقيقي. انا عايز بس كلمه اخيره قبل ما اقطع حضرتك. انا عايز اشكر الشباب اللي وقفوا معانا بتوع ثوره الانترنت، هم مواطنين عاديين جدا غير منسقين، انا عايز اقول لك على حاجه وصغيرين. اتفضلي. ابني معاكم. طيب يعني عايزين نشكر ابن حضرتك والبرنامج الخاص بحضرتك ان هو اتاح لنا الفرصه، يا رب يتاح لنا فرصه لو في اي ابديت او حاجه ثانيه جدا، والساده الزملاء اللي كانوا متعاونين معانا بشكل كبير جدا، اجهزه الدوله اللي بتحاول تسمعنا واللي بتحاول ترفضها برضك مشكورين جدا جدا. بس في الاول وفي الاخر احنا مواطنين بندفع ثمن خدمه ما لهاش دعم، ندفع ثمن خدمه كامله جدا. صحيح. نستحق التعامل بكرامه، ونستحق نحصل على خدمه جيده جدا، وهنحصل عليها ان احنا مستمرين في اعتراضنا على دور مصر في تبادل المعلومات السيء جدا والغير فعال بالنسبه ومقارنه للدول الثانيه. احنا نستحق ان احنا نتطور ونتعلم في مجال الانترنت وناخد ثقافات اعلى بكتير. احنا ما بنستخدموش استخدام ترفيهي، وحتى لو بيستخدم استخدام ترفيهي فهو حتى يعني حق من حقوق الانسان ان انا استخدمه في استخدام ترفيهي، ولكن بنستخدمه في امور علميه. في كمان شباب كتيره جدا ليها وظائف على الانترنت بتزود الدخل بتاعتها والدوله مش قدرش توفر لها، زي الديفلوبر وزي المصممين، وبيبعتوا شغل للشركات بره، وفي شركات بره علشان كده يا باشمهندس رامي بنقول انه الانترنت في مصر او في غيرها بشكل عام هو امن قومي، فلا بد ان احنا نتعامل معه. واعتقد هنا التعامل كان جيد جدا او اكتر من رائع. كالماء والهواء يا فندم. ايه؟ انترنت كالماء والهواء. الانترنت كالماء والهواء، هذه هي ثورة الانترنت. والمهندس رامي اسحاق ممثل الشباب في لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الغير مفعلة، ولكن هو قدر ان هو يفعل فكرته ويفعل وجهة نظره. شابوه طبعا، ارفع عليك القبعة ليك ولكل الشباب المصري اللي عنده اصرار ان هو يصحح اي مسار خطأ في البلد دي، وكلنا في الاول وفي الاخر بنعمل تحت مظلة الدولة. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم ولأسرة البرنامج الكريم. اشكرك. احنا هنتوقف مع فاصل. انتوا طبعا عايزين تعرفوا ايه المفاجأة بعد الفاصل.